اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا بقى قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تصلي على الرسول وحطي لي لايك وكومنت حلو منك واشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه. يلا بقى يا بنات، جبت كده السكر عشان عايزه الوصفه بتاعتي النهارده. بحب استخدم فيها دايما السكر البودر. تمام. بس يعني بصوا كده بالظبط، يعني كوبايه وربع. طبعا انتوا لو بتحبوا السكر زياده بقى بتزودوه براحتكم. يعني مثلا الكوبايه بتبقى كوبايه ونص زي ما انتوا عايزين. لو انت عايزه الطعم اللي هو السكر المظبوط، يعني كوبايه وربع زي ما انا عملت كده. بصوا بقى، هنا كان معايا 2 كيلو لبن. تمام. وكنت غاسله كوبايه رز. الكوبايه دي معيارها، كنت غاسلاها يعني بقى لها 10 دقايق ومصفياه. معيارها ربع كيلو. تمام. بس خدت يجي زي نص كيلو كده من اللبن في الخلاط عشان اقول لكم هنعمل بيه ايه. والرز بقى هوطي عليه النار خالص في الكيلو ونص لبن ده. هي الوصفه كلها هحط لها 2 كيلو، بس اقول لكم نص كيلو الاخير ده هنعمل بيه ايه. توطي عليه خالص وتسيبيه بقى ايه يستوي. بصوا معايا معلقه كبيره زبده ايه، زبده صفرا. لو ما عندكيش زبده صفرا حطي سمنه بلدي. انا بصراحه كنت احط سمنه بلدي بس ما كان مجمده يعني في الفريزر وكده. بصوا اللبن بقى نزلت عليه بالكريمه اللي هي اللباني دي بتاعه الحلويات، والسكر البودر، وكيس لبن نيدو. تمام. هنعمل احلى طريقه واحلى وصفه للرز بلبن. ومعانا كيس كريم شانتيه نحطه بقى كده. يعني حطينا اللي هي كريمه حلويات، السكر، كيس لبن بودر، كيس كريم شانتيه اللي هو من دريم. بصوا كده الرز كان استوى. ننزل بقى بالكمية اللبن. شوفوا اللي هو نص كيلو لبن في الاخر، مع السكر مع اللبن البودر مع الكريم شانتيه. احلى رز بلبن، احلى رز بلبن ممكن تاكلوه. تحفة 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 تحفة. كوباية رز واحدة عليها 2 كيلو لبن. تمام. يعني مثلا كيلو رز اللي هو انت تحطي عليه نص كيلو لبن وكيلو لبن، لا ما بيبقاش حلو. 2 كيلو لبن عليها ربع كيلو، ربع كيلو رز. كوبايه واحده. حطيت كيس فانيليا، طبعا ما حطيتش نشا ولا اي حاجه. وهو تقل وماسك نفسه وسكره حلو جدا. وبصوا ما خدش وقت. شايفين القشطه اللي من على الجنب دي؟ ومعلقه سمنه واحده، معلقه سمنه واحده. نحطه بقى في الاطباق دي اللي هي بتاعه الرز بلبن عشان احطه في التلاجة. طبعا تلفيه بالاسترتش عشان ما ينشفش، يعني وشه ما ينشفش. صلوا على النبي يا بنات وحطوا لي لايك واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين. بس يا بنات بقى هغرف كل الاطباق عشان احطها في التلاجة. طبعا الجو حر، عايزين اي حاجه كده حلوه في التلاجة. وانا بصراحه نفسي فيه بقالي كتير قوي ما عملتش رز بلبن. متهيألي اخر مره عملته كان في الشتاء. اه والله باين عملته معاكم في الشتاء. هحط بقى زبيب، طبعا انا بحبه بالمكسرات جدا زي ما قلت لكم. وطلعت جوز الهند برضه، احط شويه جوز هند. ما قعدش اما على طول يا بنات خلص عندنا. بصراحه كان حلو قوي والسكر بتاعه كان مظبوط. وبعدين مين فينا ما بيحبش الرز بلبن؟ بس كده خلاص كده اكون عملت كام 8 اطباق. خلاص بقى احطهم في التلاجة، الفهم بالاسترتش لاب واشيلهم. عشان زي ما قلت لكم اهم حاجه ان الوش بتاعهم ما ينشفش. بس كده. جربوا يا بنات الطريقه دي، ولو انتوا بتعملوا بنفس الطريقه دي اكتبوا لي في الكومنتات. يلا بقى بينا عشان نشوف احنا هنعمل غدا ايه النهارده. النهارده بقى ايه؟ قلت ايه؟ نعمل غدا كده خفيف وبسيط، ولا طبيخ بقى ولا اي حاجه. وفي نفس الوقت احنا بنحب الاكله دي. هنعمل مسقعه يا بنات. احلى بقى ايه مسقعه اللي هي بالخل والثوم دي انا اكلتها زمان في مطعم مع ماما وانا صغيره. كان بصراحه بيقدموها زي فطار، يعني كان مع الطعميه والفول وكده. قعدت سنين كنت بسأل ازاي بيحطوا الخل، الطريقه دي ازاي بتاع، لحد بقى ما اتعلمت وكده. وبحب المسقعه جدا جدا. معلقه الخل دي بتديها طعم حلو قوي 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 يا بنات. طبعا عملتها معاكم كتير بس مش عارفه بصراحه القناه دي ولا القناه التانية. نحط بقى كيس صلصه
ونديها تشويحة كده مع الثوم ومعلقة الخل. ننزل بكيس صلصة الطماطم. انا الصلصة عندي يا بنات اللي انا مفرزاها دي خلصت، عايزة اجيب كمية والله وافرزها. عايزة اقولكم ان الطماطم ب15 جنيه. سألت على القفص قال لي ب300. عايزة اقولكم كنت بجيب القفص دوت ب120 جنيه والله العظيم، كان بيقعد معايا مدة. الحاجة غليت قوي، غليت قوي قوي قوي. نزلت يا بنات بمكعب مرقة وكمون وكزبرة ورشة ملح وبابريكا. الحاجة غليت قوي، الخضار بيغلى، البصل ب20 جنيه. انا مش عارفة ايه الاسعار دي. انتوا عندكم يا بنات نفس الاسعار ولا ايه؟ ولا احنا هنا الدنيا غالية ولا انتوا اغلى؟ ايه ده؟ بصل ايه اللي ب20 جنيه؟ الحاجة غالية قوي والله العظيم، الواحد مش ملاحق. اسعار بقت في الطماطم. القفص عمره ما وصل 300 جنيه، بقى غالي قوي. مش عارفة بقى والله. بيني وبينكم بقى عمالة اقول لا هصبر شوية، ممكن الطماطم ترجع تنزل تاني. ان 300 جنيه ده غالي، وهو نفس الكمية اللي انا كنت بجيبه، يعني اللي كنا بنجيبه انا وماما. فمش عارفة يا بنات هو كده غالي ولا ايه الدنيا عندكم. المهم جبت كام بطاطساية كده، انا قلت مش هكتر لان الجو حر. وبيني وبينكم يا بنات البوتاجاز والسخونية بتاعة المطبخ مش قادرة ان انا اقف يعني اقلي كمية كبيرة، اني اقلي بطاطس وبتنجان كتير. انا بعمل المسقعة بصراحة هنا بيحبوها، وبعدين بنحبها مثلا لو باتت بنجيب تاني يوم بقى طعمية وفول وكده ونحب نفطر بيها. فانا بصراحة ما عملتش كتير لان المطبخ كان الجو حر، وقلت بقى زيت والدنيا، فقلت اعمل على قدينا يعني. وانا عملت على قدينا يعني سبحان الله طلعت الكمية على قدينا بالظبط. اتفضل منها طبق صغير. تاني يوم فطرنا بيها، عملت طعمية وفول وفطرنا بيها. طبعا المسقعة يعني احنا بنحبها قوي. بعدين كل الناس عامة بتحب المسقعة وبتأكل. ولا قلت بقى كان عندي بلوبيف وكان عندي تونة، ولا قلت هعمل بقى ولا بلوبيف بيض ولا تونة ولا هعمل جنبها اي حاجة. هتشوفوا بس اغسل جرجير وكده واحط العيش في التوستر والحمد لله على كده. كده كنت حاطه الزيت على النار، وهناك الطماطم بتتسبك. نجيب بقى البتنجان. طبعا في الوقت دوت انا برضو مخلصه كل مواعيني ومخلصه حاجتي. المطبخ عندي مش اللي هو يزهقني ان هو مثلا مش نظيف، كل حاجه عندي زي الفل. والطبق اللي بيتوسخ وانا واقفه بغسله بس، لان انا لما بخلص ببقى عايزه ايه، اقعد يعني ما ادخلش المطبخ تاني، ما اشوفهوش، ادخله وهو رايق. اعمل لي مثلا فنجان قهوه يا بنات، هو يومي كده فنجان قهوه مثلا جنبيه شوكولاته، واقعد بقى اجيب لي مسلسل، اجيب لي فيلم. بس اهم حاجه المطبخ يكون عندي نظيف، واقوم من النوم اكنس البيت بالمكنسه وخلاص على كده. بصوا بقى يا بنات، البتنجان عشان ما يشربش الزيت بنحط شويه دقيق، شويه نشا، شويه ملح، يعني ربع معلقه ربع معلقه ربع معلقه، بتقلبيهم على بعض وتحطي بقى ايه على البتنجان قبل ما بتحمريه كده بشويه. البتنجان بيبقى حلو يعني ما بيشربش معاكي الزيت. طبعا في ناس تكون عارفه المعلومه دي وفي ناس لا. تمام. انا ما كنتش بعمل البتنجان كده الاول، كنت بحط عليه بس ملح. فتعلمت الحاجه دي من ماما لقيتها بتعمل كده. تمام. فانا عشان يعني بعرفكم ان انا يعني انا نفسي ما كنتش اعرف الحركه دي، لقيت ماما اكتر من مره بتعمله وتعلمتها منها. فانا بقول لك يعني ممكن واحده تكون عارفاها وممكن واحده تكون لا. بعدين انا كم مره كنت بسالكم على حاجات وكده وانتوا كنتوا بتجاوبوني، يعني مش شرط ان البني ادم يكون عارف كل حاجه. بصوا بقى، طبعا مسقعه يعني جرجير، احنا بنحب الخضره جدا جنب الاكل وهي مفيده. فانا هديها بقى شطفه كده واحطها في طبق واحط عليها شويه ميه انقعها يعني، وخل عشان لو الميكروبات واي حاجه كده يعني وحشه بسيبها شويه. اي خضره عامه شويه خل واركنيها على جنب. تمام. صلوا بقى يا بنات على النبي، وحطوا لي لايك وكومنت حلو منك واشتركي في القناه لو لسه مش مشترك. بصوا جيت افتح الميكروويف عشان احط العيش لقيته فيه رده وكده، فانا قلت لا هغسله. انا برضو ما بحبش احط يعني بزهق، مش عارفه بتخنق ليه لما بلاقيه كله رده كده. مش بكسل لما انا بفتحه بنفسي واشوف فيه رده، لا بطلعه واغسله و... ويكون نظيف. ما بحبش انا مثلا حد فتح عندي الميكرويف يلاقيه كله كده رده، لا شلت كل حاجه وغسلته وقلت بقى احط فيه العيش على نظافه. وبعد العيش بجيب فوطه نظيفه واروح مسحه مكاني.
بس عشان كل حاجه تكون عندي نظيفه. طبعا التوستر الكهربائي اللي تحتيه ده اللي بيسوي، باجي اعمل فيه المكرونه، بعمل الرقاق، بعمل البيتزا، بعمل مثلا صينيه فراخ في الفرن الكهربائي اللي تحتيه دوت. فالحاجه عندي نظيفه، التلاجة نظيفه، غسلاها وكل حاجه. خلاص البطاطس كده كانت استوت، وانا بحبها دايما اللون بتاعها كده يا بنات. في ناس تحب البطاطس لونها يحمر قوي تبقى شبه المحروقه، لا انا لو لقيتها كده ما اعرفش اكلها. انا بحبها كده تكون اللون ده ذهبي كده، تكون حلوه، بحبها كده. عايزه اقول لكم ان انا كنت جعانه في الوقت ده، بحب البطاطس جدا. رحت جايبه لي نص رغيف وعملت سندوتش بطاطس، لان لسه كمان كنت هحمر البتنجان وكده. بعدين بحب البطاطس. بصوا بقى عشان ما هدرش كتير من الزيت، انا الزيت الاولاني نضيف بس عملت فيه البطاطس. قلت انا مش معقوله الكميه دي كلها ازازه زيت هقلي فيها بقى كميه البتنجان. اخدت شويه زيت وهبتدي بقى اقلي فيهم البتنجان. ازازه الزيت ب65 جنيه يا جدعان. فلا قلت يعني هعمل فيها البتنجان وكده ليه، ما انا هستخدمه كام مره، وبعدين لسه حاطه الطاسه قلت حرام. نيجي نغسل بقى الجرجير. انا بغسله، بحب دايما اي خضره اغسلها بالواحده كده. انتوا شايفين بطلع منها اي حاجه مش نظيفه بستبعدها يعني. ربنا يعيننا جميعا والله، ويرزقنا كلنا يا بنات، يرزقنا ويرزقكم يا رب. في ناس بقى ممكن تعمل جنب المسقعه مكرونه، تعمل بطاطس مش عارفه ايه. لا احنا بصراحه يعني احنا متعودين، ماما معودنا كده على طول، كنا دايما نعمل المسقعه دي لوحدها يعني، ما نحبش حاجه جنبها. هي حلوه فيها كل حاجه، فيها البطاطس والبتنجان والفلفل، وجنبيها شويه جرجير والف هنا، تبقى زي العسل. وخلاص كده. انا والله عندي التونه، وعندي البلوبيف، وعندي جبن. بس ما يعني الحاجات دي بنفطر بيها، وما كانش حد ليه نفس ان هو ياكل اي حاجه تانية جنب المسقعه يعني. انتوا فاهمين يا بنات؟ حطيت كده العيش بقى، كنت غسلته وكده، وخلاص ننزل بقى بالبطاطس. المره دي ما دخلتش المسقعه الفرن، سبتها 10 دقايق على النار وخلاص. والاكل كان زي العسل، وكلنا كل واحد والله انا اكلت رغيفين في اليوم ده. بحب المسقعه، ودايما عندي البتنجان بتاع المسقعه دوت. في اي وقت انا مش هعمل اكل هعمل مسقعه، لان اكيد مش هنعمل عدس والجو حر كده، ولا الجو ده عايز كشري حتى. حطيت رشه ملح ورشه فلفل اسود بس. شفتوا بقى السهوله. وكمان عملت لهم رز بلبن. قلت بقى بعد ما نتغدى كده بالليل كل واحد يتعشى بطبق وخلاص على كده، واليوم خلص. اكيد يا بنات مش هنقف كل يوم نطبخ ونعمل، يعني يوم كده ويوم كده، والدنيا بتمشي الحمد لله. صلوا على النبي يا بنات. بس كده. ولا الدنيا نظيفة، هو عاملة الاكل. شوفوا عملت لهم العيش والبتاع وخلاص. وده كان غدانا النهارده يا بنات. وتفضل شويه مسقعه برضو، فطرنا بيهم تاني يوم الصبح. وانا فضلت اكل على المطبخ زي ما انتوا شايفين، ما استنيتش جعانه. مش انا قلت لكم انا جعانه. هو ده كان فيديو النهارده يا بنات. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه، وحطوا لي لايك وكومنت حلو منكم. اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.